احساس القيء استفرد بيكي. شغلي دايما حاجه بتحبيها، فيلم، موسيقى، اتفرجي على فيديوز، اعملي اي حاجه اشغلي نفسك طول الوقت. في حاجة كمان، في اسورة اسمها السي باندز، اسمها سي لانها معظم اللي بيستخدموها الناس اللي بيبقى شغلهم مرتبط بالبحر وبيكون عندهم احساس دوار البحر او الرغبة في القيء طول ما هم في البحر. بتبقى عبارة عن اسورة كده او باند بيتلبس بيضغط على نقطة معينة في معصم الايد، سموها بي 6. بتساعد جدا المفروض في تخفيف الغثيان، نفس فكرة الابر الصينية والحاجات اللي بتستهدف نقط معينة من الجسم، يقال ان ليها علاقة سنترز او بالمراكز معينة في الدماغ. حتى لو كان التأثير بلاسيبو اللي هو تأثير إيحائي يعني، لكن طالما بتجيب نتيجة اوكي نجرب. في النهاية عايزة افكرك ان الغثيان فترة وهتعدي. الغثيان صورة من صور رد فعل الجسم لتعرضه لشيء جديد، هرمونات الحمل وانتج خلايا غريبة في جسمك، ومع الوقت جسمك بيتأقلم لحد ما يخف. خدي الخطوات البسيطة دي تخففي بيها على نفسك لحد ما ده يخلص، احتسبي عشان تاخدي الأجر. في النهاية لو وصلت للجزء ده من الفيديو فشكرا لوقتك الثمين الذي لا يقدر بثمن، و stay safe واتقوا متعافين.